واحد السلام عليكم باحلى دياموندات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ طمنوني عليكم. ايوا يا الدياموندات، راني جيت وجبت لكم موضوع جديد، فكره جديده. شوفوا شفتوا هذا الفيديو بحد ذاته، انا متاكده ومتيقنه بلي ما غتخرج منه تكونوا استفدتوا منه وخديتوا عبره. عرفتوا علاش مع الفيديو كنقول لكم علاش ما غتحسوش براسكم حتى غتكونوا كملتوا الفيديو، ومني غتكملوا غتكونوا خديتوا معاكم نصيحه زوينه وعبره اللي غتفيدكم. اليوم غادي نهضروا على الابتلاء. اول حاجه خاصنا نعرفوا هي ان الابتلاء ماشي غضب من الله، بالعكس راه ربي ملي كيبغي العبد ديالو كيبتاليه باش يقربوا ليه وباش يطهر قلبه من الشوائب. غادي نعطيكم واحد المثال حي كنعيشوه بزاف ولكن عمرنا ردينا ليه البال، هو اللي كيشرح لنا الحكمه ديال الله ملي كيبدل لنا احوالنا. شفتوا الحوت ملي كيكون في الحوض ديالو والما كيبدا يتوسخ، راه ضروري مولاه كيهزو ويحطو في حوض اخر غير باش ينقي ليه داك الماء ويقدر يتنفس مزيان ويرجع حيوي اكثر. في ديك اللحظه اللي كيتهز فيها الحوت راه كيتخلع بزاف وكيخاف حيت بدلت عليه البلاصه، ولكن راه فيها خير وفيها مصلحه ديالو. هكاك الابتلاء البنات، كيهزنا الله من واحد الحاله لحاله اخرى غير باش يقينا ويرجعنا احسن مما كنا. وهادشي كامل راه عشتو غير معاكم فاش كنت نقرا في التاسع. مهم انا نقول لكم انا في قرايتي متوسطه، يعني ما قرايه بزاف وما كسوله بزاف، فهمتيني بين وبين. في ديك الفتره ديال ديك الساعه قرب الجهاوي صافي انا فاش قربت الاقرب الجهاوي صافي خدمت مزيان، فهمتيني رجعت مزيان خدمت مزيان واخا باش نقرا مزيان، ولكن في ديك الفتره صافي فهمتوا بس كنراجع مزيان واش كنقرا مزيان. وصلنا نهار الجهاوي مشيت دوزت الجهاوي، تخيلوا اي ماده كندخل ليها كنخرج فهمتي فرحانه وكنمشي عند اي بنت صاحبتي نقول لها صافي راه خدمت مزيان صافي شوفوا هذا العام انا ناجحه. مهم صافي سالت ديك الفتره ديال الجهاوي وداك الشيء، جا نهار النتائج وقع اللي ما كنتش داير ليه حساب. مشيت للكوليج كنقلب على سميتي والو، كانت تما شي 4 اللوائح وقيله 4 ولا 3 ما عقلتش. ايوا صافي بقيت كنقلب على سميتي، ما هي مره ما هي جوج ما هي 3، بقيت كنقلب على سميتي والو. صحاباتي يقول لي اكرام سميتك راه ما كايناش، وانا اشنو انا بحال شي حمقى نقول لهم لا راه كاينه. تخلعت ما قدرتش نتيق حيت فهمت وحس عرفت راسي خدمت مزيان، كون ما خدمتش نقدر نقول صافي راه ماشي مشكل راه ما خدمتش مزيان، ولكن راه عرفت راسي خدمت مزيان. صافي هذيك جات للدار ديك الساعه جات حق الله جات محطمه، والوالدين ديالي الله يخليهم لي وقفوا معايا وقالوا لي واحد الجمله اللي بقات محفوره في ودني حد الان باقا ديما كنقولها: اكرام راه اي حاجه كتوقع علينا فيها خير، ولكن ديك الساعه شكون اللي سمعت الهضره انا ديك الساعه ما فهمتهاش. صافي دخلت في هذا الاكتئاب خايب صراحه، خاصني نقول فهمتي علاش انا ما عنديش زهر وعلاش صحاباتي كاملين نجحوا، فهمتي انا كنت نقرا مزيان دابا انا كون غير نجحت فهمتوا، ولكن كنت ناسيه بلي ربي سبحانه مخبي ليا محسن، وبلي داك الابتلاء كان غير باش نجمع راسي ونعرف بلي النجاح كيبغي الصبر والخدمه. مهم دوزت عام اخر في التاسع، ولكن هاد المره حبست الضحك واللعب، خدمت بنيتي وخدمت مزيان، عطيت واحد الجهد نقدر نقول لكم كثر من الاول، وفعلا نجحت بالنقطه زوينه بزاف صراحه احسن من الاول. صافي جيت منين عرفت راسي نجحت جيت اول حاجه درتها بعدا قلتها لوالديا وتوضيت وصليت واحد 2 ركعات حمدت بهم سيدي ربي. صافي هذيك داز داك العام، وصل العام ديال السانكيام. ملي طلعت السانكيام تما فغتبدل واحد الفتره من حياتي، عرفت ربي لقاني بواحد البنات راه من اطيب خلق الله والله، ولا خواتاتي وصحاباتي وكل شيء والله. ودابا عاد فهمت وعرفت عاد سقط. شحال من كنكون قاعده بوحدي في البيت ونقول الحمد لله حيت سقط، حيت لو كان نجحت المره الاولى ما كنتش غادي نتلاقى بهاد الرفقه الصالحه اللي عاودتني فهمت على بزاف ديال الحوايج، وانا متاكده بلي راهم كيتصنتوا ليا دابا كيسمعوا على هذا الفيديو. عرفتوا علاش قلت لكم هاد الهضره؟ حيت في اعدادي كتعرضت لبزاف ديال المشاكل من طرف صحابات، تعرضت لخطر صحابات، تعرضت لواحد المشكل كبير شويه من طرف صحابات اللي قلت ما غنبقاش نتيق، عمرني بقى نتيق في شي وحده، وعمرني بقى ندير شي وحده تكون صاحبتي. ولكن شوفوا ربي ملي كيبغي يعوضكم راه الحمد لله والله. دابا هاد البنات دابا حاليا اللي مصاحبه معاهم فهمتي صحاباتي عرفتوا راه من اطيب خلق الله والله. عرفتي شنو؟
وربي هذا ما كنقول عمرني ما شفت منهم شي حاجه اللي خايبه ولا شفت منهم فهمتي شي حاجه اللي غيديروها وغيفكروني في داكشي اللي فات صافي غنحقد اني مابقاش ندير صحابات. بالعكس عكس تماما. عرفتوا هاد البنات دابا صحاباتي دابا حاليا وابدا سميتو وقفوا معايا بزاف ديال الحوايج. النهار اللي كنكون طايحه اول وحده كنلقاهم هما صحاباتي. النهار اللي كنكون محتاجه فهمتي اللي يوقف معايا كنلقاهم في فرحي كنلقاهم في حزني فهمتي يعني كنلقاهم في اي وقيته. النهار اللي كنكون فهمتي النهار اللي كندير شي حاجه زوينه في حياتي اقسم بالله هما اول وحدين كيشجعوني وكيقولوا لي اكرام برافو عليك والله برافو عليك وحنا راه ديما معاك وحق الله ربي هذا ما كنقول. ديما كنلقاهم في جنبي والله. ملي كنكون في شي ظرف فهمتي كنكون في شي مشكل كنلقاهم حدايا. ملي كنكون فهمتي ملي كندير واحد الحاجه زوينه في حياتي وكنفرح بها كيفرحوا معايا وحق الله. شوفوا الا لقيتو شي بنات اللي فهمتي لقيتو صحبه اللي تكون بحال هكا توقف معاكم وتساندكم والله غير شدوا فيها بسنانكم باش ليكم واش يقولوا لها. المهم وهنا في كتبان ديك الآية بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ايوا شتا البنات من بعد هادشي كامل داز عليا خرجت بواحد الدروس اللي مخليني دابا واقفه على رجلي ومرتاحه. اول حاجه هي الرضا هو كل شيء في هاد الدنيا. حيت ملي كتقولي يا ربي انا قابله وراضيه بداكشي اللي عطيتيني راه واحد عرفتي كتحسي بواحد الراحه على قلبك ما يمكنش توصف وكانك حطيتي داك الثقل كامل اللي هز على كتفك وسمحتي ربي يدبر لك امورك. ومن هنا خاص نحيدو من بين ديك المقارنه. فاش تكوني في واحد الفتره شويه صعيبه في حياتك ما تبقايش تقارني راسك بشي حد كتشوفيه عايش حياته بخير حيت راه كل واحد هاز همه في قلبه ومخبي مع ديك الضحكه اللي كتشوفه. وما تنسوش بلي حتى الابتلاء راه فيه رحمه كبيره حيت كينقي لك داك المحيط ديالك تما فيك تعرفي شكون معاك وشكون ضدك وشكون اللي معدونهم ذهب وشكون اللي كانوا معاك على قول المصلحه. المهم هو دعي وانت متيقنه بلي ربي ما يخيبكش حيت هذاك اليقين هو اللي كيجيب لك الفرج واخا يبان لك الطريق فهمتي واخا يبان لك الطريق مسدوده. وفي الاخر ثقوا بيا بلي الوقت كيداوي كل شيء. الا فشلتي اليوم راه ماشي ما كتعنيش نهايه العالم بالعكس بل هي غير فرصه ثانيه باش تبداي بدايه جديده صحيحه واحسن من الاول. شوف البنات بغيت نختم معاكم بعض الهضره اللي كاينين فيك واصله بهم العظم وكتقول علاش انا. راه الابتلاء البنات ماشي عقوبه راه امتحان وربي سبحانه ملي كيمتحننا راه غير كيشوف واش غادي نقدروا نصبروا ونرضاو ولا غادي نسخطوا ونضيعوا الاجر. راه شحال من واحد دابا فينا دابا كيضيع في خدمته وكيسد ليه الله شي باب ديال المشروع كان باغي يبداه وكتفشل ليه شي حاجه ضرب على التماره. في ديك اللحظه كنبكي وكنتغددوا ولكن ملي كيدوز الوقت وكنشوفوا اللور كنشوفوا ديك الخدمه اللي كنكملنا فيها كتخرج علينا وداك المشروع كان غيغرقنا في المشاكل. تما فين كنبداو نقولوا الحمد لله حيت ما كملتش داك الشيء والحمد لله حيت ربي وقفها تما. راه باب الصبر في الاخير ماشي اي واحد كيدخل ليه هو باب خاص للناس اللي زاروا على قلبهم في الدنيا وقالوا الحمد لله واخا فهمتي كيتقصحوا في قلبهم وكيبكيو شحال من حاجه ربي سبحانه كيبتليك غير حيت كيبغيك وحيت بغى يختبر الصبر ديالك باش يعطيك واحد جائزه اللي ما كانش خطر على بالك. اي حاجه وقعت لك في هذه الحياه واخا تبان دابا صدمه او خساره ثقي فيا راه فيها واحد الخير كبير غيجي النهار اللي تقولي فيه الحمد لله يا ربي حيت وقع لي هكاك. ونرضى بقضاء الله وقدره ونآمن بلي ربي أرحم بنا أحسن من والدينا. راه الابتلاء هو امتحان من ربي سبحانه باش يرفع مقامك ويجازيك على قد صبرك. غير صبر وقول يا ربي أنا راضية وشوف العجب كيفاش غيوقع لك في حياتك. أنا اليوم شاركت معكم أغلى درس تعلمته دابا الدور عليكم قولوا لي في التعاليق شنو هي الجملة اللي كتقولها لراسك ملي كتضيق بك الدنيا. ايوا يا لالا اللي مازال ما دارت الاشتراك واش كتسناي شي دعوه رسميه بالدقه المراكشيه نوضي الحاد اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد. راه عائلتنا بلا بيك ناقصه يا الدياموندا وقولوا لي ما كنتعنفش عليكم. المهم هنا يكون سال الفيديو ديالنا خليت لكم الراحه. السلام عليكم.